السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما ابتديت أتعلم برمجة كان الكمبيوتر بتاعي ضعيف، كنت كل ما تدوس زرار الباور بتسمع صوت محرك V8، وعشان كده كنت لو عايز أكتب كود بايثون كان لازم أفتح البرنامج الغريب اللي بيجي مع بايثون اللي مفيش حد على كوكب الأرض بيحبه تقريبا. بس كنت مضطر بقى عشان فيجوال ستوديو كود كان كتير قوي على الكمبيوتر ده، وده مع الوقت اداني سؤال: هو مفيش حاجة غير فيجوال ستوديو كود؟ ولو في فعلا يبقى ليه الناس اللي بتستعمل الحاجات التانية دي عددهم أقل من شاشات أبل ب5000 دولار؟ وعشان كده النهاردة إن شاء الله هجرب أكتر أي ديز مشهورة في البرمجة وهقيمهم من 0 ل10. 0 معناها الاي دي اي ده بلحة، و10 معناها ان الاي دي اي ده بطيخة صيفي. اول واحد كنت عايز اجربه هو سبلايم تكست، وده يعتبر اخف واحد فيهم وكمان مجاني، وفكرته الاساسيه انه يبقى خفيف ومفيهوش حاجات كتير تشتتك عن البرمجه. يعني هدفه الاساسي انك تكتب كود وبس. بس بصراحه انا كنت شايف انه فاضي قوي، يعني حتى التيرمينال محتاج اكستنشن، وبصراحه ما كانش عاجبني انا شخصيا قوي لانه معمول عشان يبقى خفيف وكل حاجه انت عايزها بتظبطها فيه بنفسك. تقدر تقول انه عامل زي لينكس، سريع وخفيف وبتخصصه زي ما انت عايز. بس بصراحه مش انسب حاجه ليا لاني ما بحبش اظبط في الحاجه بتاعتي كتير. وتقييمي ليه هو: الاداء 10 من 10، من غير الاكستنشنز 3 من 10، مع الاكستنشنز 7.5 من 10، سهولة الاستخدام 7 من 10، الذكاء الاصطناعي 0 من 10 لان مفيهوش ذكاء اصطناعي الا باكستنشن اصلا. وتقييمي النهائي هو 6.5 للمبرمج العادي، و9 من 10 اللي بيحب يعدل على الاي دي اي بتاعه. وتاني واحد وحبيب الناس كلها وهو فيجوال ستوديو كود، وده يعتبر اشهر اي دي اي اتعمل في الكون كله، باعتبار ان الكون مفيهوش مخلوقات تانية عندهم كمبيوترات وبيبرمجوا. واحسن حاجة فيه انه خفيف على الاجهزة الحديثة، واحسن حاجة بالنسبة لي هي الاكستنشنز بتاعته، واللي بتخليه يعمل اي حاجة انت عايزها تقريبا، وده بيخليه يستعمل في كل المجالات من اول السيستمز بروجرامنج لحد الفايب كودينج. واكتر حاجه مايكروسوفت بتركز عليها دلوقتي هي الذكاء الاصطناعي، وفي ذكاء اصطناعي حلو بس مشكلته انه محدود لو ما عندكش ورق اخضر، وكمان دعم جيت فيه من احسن اللي موجود في السوق كله، مش صعب قوي في الاستخدام على حسب الاكستنشنز اللي بتستعملها. وعشان كده في رايي ان فيجوال ستوديو كود هو اكتر اي دي مناسب للمبتدئين و90% من الناس اللي بتشتغل. وتقييمي ليه هو: الاداء 8 من 10، من غير الاكستنشنز 7 من 10 عشان بيدعم لغات كتير من غير الاكستنشنز، سهوله الاستخدام 9 من 10، الذكاء الاصطناعي 8 من 10، وتقييمي النهائي هو 9.5 من 10 للمبرمج العادي و8.5 من 10 للمبرمج المحترف. اما بقى اكتر واحد معظم الناس مش فاهمه هو موجود ليه، هو فيجوال ستوديو من غير كود، وده الاي دي المتكامل من مايكروسوفت، وهدفه الاساسي انه يدعم دوت نت اللي بتعملها مايكروسوفت، ودي عامله زي العيله المتكامله بتاعت مايكروسوفت اللي ممكن تعمل بيها اي حاجه تقريبا. بس مايكروسوفت اضافت لي حاجات تانية زي بايثون عشان يقرب شويه من اخوه الصغير، والمشكله ان هم وقفوا دعم الماك، فاضطريت افتح لاب الويندوز المعتق بتاعي، ومن اول ما نزلته وانا حسيت ان انا داخل حرب مش داخل برمج. اللابتوب ابتدى يطلع صوت مروحه، وكان شكله مدي على انه حاجه شركه كبيره بتستعملها مش واد هبل بيحاول يعمل فيديو يوتيوب. واخترت نود وبايثون عشان دي الحاجات الوحيده اللي كنت عارفها من ايا كان ده. واكتر حاجه عجبتني هو انه كان موجود في كل المكاتب اللي انا عارفها في برمجه المواقع، وحاولت اعمل بيه موقع بس حسيته تقيل قوي، كمان ما فيهوش اوتو سيف، يعني البتاع الكبير ده بكبره كله على بعضه ما فيهوش اوتو سيف زي فيجوال ستوديو كود، وهو مليان ميز كتير بصراحه، بس انا شايفه اوفر كيل ل 95% من الناس. يعني لو انت مش شغال على دوت نت او سي شارب خليك في فيجوال ستوديو كود، ما تتفزكش بقى تقول لي اصل ده لونه بامبي وشكله حلو، لا بقى انا بامبي بقى في عم مش ناقص. وتقييمي ليه هو: الاداء 4 من 10، انا رايي ان اي جهاز متوسط فيما فوق ممكن يشغله، بس هو اتقل بكتير مقارنه باللي معانا في الليسته. والاداء من غير الاكستنشنز 9 من 10، فعلا في حاجات كتير من غير ما تنزل حاجات كتير. وسهوله الاستخدام 2 من 10، الذكاء الاصطناعي 7.5 من 10، وتقييمي النهائي هو 5 من 10 للمبرمج العادي و9 من 10 اللي بيستعمل دوت نت. واخر واحد معانا، او عشان اكون دقيق اخر 10 معانا، هما الجيت برينز اي ديز، ودول 10 عشان كل واحد مختص في حاجه واحده بس وسايب الشغلانات التانية لاخواته، ودول تقال شويه بس مش من نفس تقول الدبابه في فيجوال ستوديو. واحسن حاجه انك لما تجيب واحد من ال10 دول هتبقى عارف ان الشغل فاخر من الاخر، وكمان الريفاكتورنج فيهم اعلى واحد بلا منازع. وده عمل اي اي قوي بس اضعف شويه من فيجوال ستوديو كود، وممكن يبقى اوفر كيل شويه على المشاريع البسيطه. بس قبل ما تقول ان هو ده الاي دي اي المثالي لازم تعرف انه مش مثالي على محفظتك، عشان هما بفلوس، لا وباشتراك شهري كمان، وسعر الواحد منهم ممكن يوصل ل $200 في السنه. بس بامانه ما اعرفش هو السعر اقل لو تدفع بالجنيه ولا لا، بس لو جاي معاك قوي تستعملهم فما تزعلش عشان في نسخ مجانيه منهم لو هتعمل بيهم مشاريع اوبن سورس. وتقييمي ليه هو: الاداء 5.5 من 10، من غير الاكستنشنز 9.5 من 10، انا حرفيا ممكن اشغل شغل عادي جدا من غير ما احس بفرق من غير اي اكستنشن. مع اكستنشنز 10 من 10، الذكاء الاصطناعي 6 من 10، عشان الذكاء الاصطناعي المجاني فيه من تجربتي انا مش اذكى من بتاع فيجوال ستوديو كود خالص، بس لو محفظتك مش زعلانه منك ممكن توصله باي ذكاء اصطناعي انت عايزه. وسهوله الاستخدام 7 من 10، وتقييمي النهائي هو 5 من 10 للمبرمج المبتدئ و9 من 10 للمبرمج اللي بيكسب فلوس فعلا من شغله. وعشان نشطب الفيديو ده قبل ما نمشي هنقول امتى تستعمل كل واحد فيهم. لو بتحب البساطه وبتكره الذكاء الاصطناعي وبتحب تقعد 10 سنين بتعمل Final touches. على الحاجات بتاعتك زي بتوع لينكس كده اللي تحسهم بيقضوا وقت بيغيروا في شكل النظام اكتر ما بيستعملوا النظام نفسه، يبقى اكيد خد سبلايم تكست. لو انت مبرمج مبتدئ او مبرمج عادي او مبرمج محترف، حتى لو كنت شغال في جوجل وعايز اي دي اي خفيف وحلو ومش ناوي تدفع فلوس كتير كل سنه، فاكيد فيجوال ستوديو كود من غير مقارنه بصراحه. يا جماعه
فيجوال ستوديو كود ده نعمه من عند ربنا، لدرجه اني ممكن اقول انه مناسب ل 95% من الحالات، بس احنا اللي متدلعين بصراحه. اما بقى لو شغال في ستاك مايكروسوفت اللي هو دوت نت ومعاك كارت الشاشه من 2037 يبقى خد فيجوال ستوديو. اما بقى لو مش فارقه معاك تنسى اللون الاخضر من محفظتك فبتحب الاي دي اي يكون مستقر وقوي، فخد الاي ديز بتوع جيت برينز. وكالعاده ما تنسوش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ولو ما عجبتكش المقارنه ما تنساش الديسلايك الجميل بتاعك، واحلى ان سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.